عليكم لكل متابعين قناتي، يا رب دايما تبقوا بخير وبسعادة. احب ابدا الفيديو بتاعي زي كل مره بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا ما انساش ان انا اشكر كل متابعين الكرام اللي دايما بيدعموني، شكرا ليكم. النهارده انا جايبه لكم فيديو جميل جدا جدا جدا، هيعجبكم ان شاء الله. هنستغل البنطلون الجينز القديم في عمل شنطه تجنن وشكلها شيك جدا وعجبتني قوي. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، احب ان انا اقول لكم على قناه سيدتي الانيقه. هي قناه طبعا زي ما انتم شايفين كده لسه يعني بادية يا دوبك، عندها عدد مشتركين، احنا عايزين ندعمها شوية. هي بتعمل وصفات طبيعية وحاجات كويسة. زي ما انتم شايفين كده قدامكم، بتعمل وصفات لتطويل الشعر، بتعمل وصفات للبشرة، بتعمل حاجات للأكل، لزيادة الوزن، للتخسيس، حاجات للهالات السمر زي ما انتم شايفين، وفي اكلات برضو حلوة. بس هي بقى بتعملها وصفات كتابية، ما بتشرحهاش يعني. هي نفسها ان هي حد يدعمها عشان تبدأ تعمل حاجات احسن وحاجات افضل، تبقى قناتها ان شاء الله كويسة. اتمنى من المشتركين بتوعي ومشاهديني ان هم يروحوا يدعموا عندها القناة. طبعا قبل ما ابدأ الفيديو بتاعي، احب الناس الجديدة تعمل اشتراك في القناة او سبسكرايب، وما تنسوش ان انتوا تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد الفيديوهات. ويلا نبدأ الفيديو. يلا نبدأ بقى الفيديو. بصوا، انا جبت بنطلون جينز قديم. هو مش كامل، هو برمودا. تمام كده. انا هعمل ايه؟ خلي بالكم، انا هقص الجزء الاولاني ده هنا. الجزء ده كده لحد الجيب بتاع البنطلون، ومش هرمي الجزء التاني لان انا انتظروني هعمل لكم بيه شغل تاني. تمام كده. انا هبدأ اخد من هنا كده الجزء ده، هبدأ اقصه لان انا عايزه الحجم ده بتاع الشنطه. وطبعا انا جايبه معايا حاجه تانية علشان استغلها. انا مش هعملها بايد جلد او بايد بتاعه البنطلون. بس طبعا مفيش مانع اللي عنده ايد جلد او ايد للبنطلون من نقصها من البنطلون ممكن يعملها. انا جبت ايد خشب معايا. هوريها لكم او هقول لكم انا جبتها منين. شفتوا الجزء ده كده انا قصيته ازاي؟ اهو اخدت الجزء ده، هكمل الجزء التاني وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده انا قصيت البنطلون بتاعي. ممكن تبقى جيبة على فكرة او بنطلون يا جماعة زي ما انتوا عايزين. وعلى فكرة في فكرة كمان مع الجيبة دلوقتي. لما احنا نقص الجيبة دي ممكن سوري، البنطلون ممكن نصغره كمان، نعمله جيبة للبنات الصغيرين. لو انت عندك بنوتة صغيرة ممكن تعمليها جيبة وهتدي منظر شكله جميل طبعا، ان انت تضايقيها مع ان انت تضايقيها على مقاسها. تمام كده. طبعا المفروض الخطوة اللي بعد كده هعمل ايه؟ انا مجهزة معايا الابرة والفتلة، ومجهزة البنطلون ده هقلبه كده زي ما انتوا شايفين. تمام اهو. طبعا انتوا عارفين المبدأ اللي دايما اتكلم عليه في كل الفيديوهات، ان انا هعتبر ان الكل ما عندوش مكنة في البيت او الكل ما بيعرفش يشتغل على المكنة، وهبدأ اشتغل انا بايديا. على فكرة الخياطة بتكون في كتير جدا في اوقات كتير احسن من المكنة. يعني انا ساعات ممكن اودي حاجة تتخيط على المكنة مثلا، او خياطة على المكنة ممكن تفك مني، مش زي الخياطة بتاعت الايد. تمام كده. انا هبدأ اعمل ايه؟ هبدأ اشتغل غرزة السراجة هنا على الخيط زي ما انتوا شايفين كده اهو. انا هبدأ اقلل هصغر المساحة بتاعت الغرزة بتاعت السراجة كده زي ما انتوا شايفين. وممكن ان انا استخدم مسدس الشمع، بس ممكن مسدس الشمع ما يكونش لو انا شايله حمل شويه في الشنطه ممكن يفك مني. فاهمين؟ يعني انا ممكن مسدس الشمع كان ممكن استخدمه هنا، بس ممكن يفك مني مع الحمل بتاع الشنطه اللي انا ممكن يعني الحاجات، لو انا حاطه حاجات كتير في الشنطه ممكن غصب عني ان هي يعني الشمع يفك منها من التقل الحاجه اللي موجوده. تمام كده. شفتوا انا هعمل ايه؟ انتظروني بقى، هخلص هخيط كل الجزء ده كده وارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت الشنطة كلها، خيطتها شايفين بالخيط. هوريكم الخيط ده بقى شكله ايه يعني ده ظهر الشنطة كلها اتخيط اهو. انا هقلبها بقى على عدلتها كده. شايفين مش باين الخياطة ازاي؟ مش باين ان هي متخيطة زي ما تكون خياطة مكنة بالظبط. تمام كده. الخطوة اللي بعد كده اللي هعملها ايه؟ المفروض ان انا بقى يعني ده الاساس بتاعي المفروض ان انا عملته. طيب انا هعمل ايه تاني؟ شايفين بقى الكمر بتاع الكمر بتاع البنطلون. انا هبدأ افك الكمر ده من هنا كده.
يعني بصوا انا هبدأ افك الجزء ده بس اللي من هنا زي ما انتوا شايفين كده، ده اهو. طبعا جامد شويه مش عارفه افكه بايدي اهو كده. ماشي، هبدأ افك الكمر ده كده الجزء اللي بره ده وارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين انا فكيت اسمه الكمر بتاع البنطلون. تمام، بس هو شابك هنا بالجزء ده بتاع اللي بندخل فيه الحزام. ماشي، المهم ان انا هعمل ايه بعد كده بقى. انا هجيب معايا برضو الابرة تبقى جاهزة. بصوا بقى انا هعمل هنا الجزء ده الدراع بتاع الشنطة. الدراع ده انا جايباه، شايفين ده الدراع ده خشب، يعني مش خشب، يعني في جوه طبعا اكيد هنا كده اللي هو سلك اللف الموتير التقيل، ومن بره ده خشب. ده انا شارياه جاهز، ده اصلا بيتباع شايلات للايد بتاعه الشنط. طيب لو انا ما عنديش الشايله دي او انا مش هعرف اجيبها، انا ممكن اعمل ايه؟ فاكرين المره اللي فاتت لما انا استخدمت سلك الكهرباء ده اما انا جبته، ممكن اجيبه برضو واعمله كده جزء مدور كده ويتعمل زي ده كده بالظبط، شايفين؟ وهلف عليه برضو ايطان او حاجه واعمله بديل ده بالحركه اللي انا هعملها. او انا ممكن اجيب برضو اي يد بلاستيك بقى، اي يد جلد مثلا، او اقطع من البنطلون جينز زي ما انا عايزه. انا هعمل ايه؟ انا هجيب دي كده تمام، وهدخلها هنا جوه الجزء ده. يعني ايه؟ يعني انا هجيب هنا احطه هنا، هحط الايد كده وهبدأ ادخل دي كده. بصوا شايفين اهي كده، وابدأ بقى اخيط اهو كده. هخيط بقى، هلفها كلها، يعني هلف كل الايطان ده. وعلى فكرة انا قطعت هنا النص ده، يعني انا بصوا عشان برضو تبقوا متخيلين معايا، ده هنا الجزء الاولاني قصيت من الجنب هنا الجزء دوت وعملت كل جزء لوحده اهو كده. وهبدأ اخيط بقى كل ده معاها، هقرط عليها كده شوية اهو عشان ابدأ اعرف خيطها. وبعد ما اخيطها بقى هقوم شبكها تاني في البنطلون، لان هو صعب ان انت تعمليها وهي معمولة في البنطلون، يعني مش هتعرفي تظبطيها. تمام اهي كده بالشكل ده. هكملها بقى وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده انا خيطتها اهيت اهو، شايفين تقريبا خيطت الاطار ده على الطوق من هنا. تمام، طب انا هعمل بقى ايه؟ هخيط الجزء التاني ده برضو، انا وريتكم ده عشان تشوفوه يبقى واضح لكم الفكرة. هخيط ده كمان وارجع لكم تاني بنفس الفكرة دي بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصتها خلاص اهيت، يعني قفلت الجزء ده وقفلت الجزء ده. طب الخطوة ايه اللي بعد كده بقى؟ معايا الابرة جاهزة تمام. هبدأ اعمل ايه؟ هبدأ اقفل بقى، ارجع الجزء ده تاني للجزء ده تاني، يعني هبدأ ارجع الجزء بتاع الكمر بتاع البنطلون لمكانه الطبيعي. بس طبعا اكيد هو المفروض، عشان المفروض يكون ده بيدخل جوه هنا عشان ما يبانش، بس طبعا احنا مش هنعمل كده، احنا هنقفله كده وخلاص. يعني بصوا اهو زي ما انتوا شايفين. هبدأ اجيب دي كده اهي، استنوا بس همسكها الاول بالخيط واوريها لكم اهو كده اهي. هبدأ اخيطها كده، لازم تتخيط الجزء ده واحدة واحدة علشان الجزء ده بيبقى تقيل شوية اهو. بصوا عشان دي لما تيجي اشوفها كده دي تبقى ماسكة هنا ماشي، والجزء ده هيبقى جوه عادي زي ما هو اهو كده. طبعا عايزه اقول لكم على حاجه مهمه، لو مثلا انت خدتها على ايدك وهي عجباكي الشنطه وعايزه تستعمليها في الخروج العادي بقى، الناس اللي بتروح الجامعه مش اللي هو الشغل مثلا وقتي او كده، يعني هتستخدميها فتره طويله بمعنى اصح. لو انت عايزه بدل الخياطه اليدوي دي خيطيها على ايدك زي ما انا خيطتها كده، واروح بقى لو انا ما عنديش مكنه طبعا اروح عند ترزي او اروح عند او يعني اي خياطه ولا كده تقوم تخيطها لي تاني على المكنه. يعني بدل الخياطه اللي انا عملتها على ايدي دي نخيطها على المكنه. فهمتوا اقصد ايه؟ يعني لو اي واحده فيكم ما عندهاش اي مكنه في البيت او مش عارفه تستخدم المكنه مثلا،
او مكانتها عطلانه، تبدا تاخدها تسرجها على ايديها زي ما انا بعملها كده، وتاخدها عند اي ترزي يخليه يخيطها لها. فهمتوا القصد ايه؟ شايفين انا عملت ايه اهو؟ شايفين اتخيطت ازاي؟ مش باينه اصلا. تمام كده. هكمل بقى باقي الجزء ده وارجع لكم تاني. انتوا شايفين بقى انا خلصت الشنطه اهي. تقولي ايه ده، هي عملت كده ليه؟ هنعمل ايه بقى؟ هنيجي هنا كده، هنبدا ننزل الجزء ده كده من الشنطه. يعني بصوا، ننزله كده شويه ونجيبها كده كده، اصبحت واقفه اهي. تمام. هاجي الناحيه التانية زي ما عملت يعني بصوا، هجيب دي كده كده اهي بقى. هبدا انزل دي بقى. خلي بالكم انا قلت لكم ايه، ان انا قصه الجزء ده، فالجزء ده فاضل هنا، فيه جزء هنا عشان يريح معايا شويه في الشنطه، وهنا الجزء ده كمان. تمام كده اهو. دي برضو كده. عايزه اقول لكم كل دي والله خياطه على ايدي، انا ما عملتش اي خياطه خالص على مكنه. شايفين الخياطه باينه حاجه؟ باين حاجه ولا اي حاجه خالص اهو. تمام كده. كده بقى شكل الشنطه. شايفين؟ ممكن انفذها على اي حاجه تانية. طب انا عايزه اجمل شكل الشنطه شويه كده، مثلا هجيب بقى اي قطن. مثلا انا عندي ايه، عندي هنا ده الستان ده مثلا. لو انا عايزه استخدم الستان ده، شايفين في هنا مكان اهو لل اللي هو مكان الحزام اصلا. هبدا ادخل فيه بقى شريط الستان ده كده من هنا اهو. اجيب بقى اي لون انا عايزاه، بس عشان اللون ده عندي بصراحه، فانا حبيت انطق بيه شكل جينز اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. يبقى عامل زي الحزام يعني. تمام. عايزين نعدله بقى، نعدله على اللون بتاعه. تمام. لو انا عندي مثلا بدل القطن ده في سكارف مثلا عندي هنا برضو من في وشي كده شويه اهو، ممكن ادخله مكانه. لقيت فيه حاجات بتلمع ممكن ادخله مكان القطن ده. يعني انت عندك افكار كتير. لو انت عايزاها مثلا تحتاجيها في بسم الله، في مكان، في مثلا راحه مناسبه او حاجه، ممكن اشيل بدل القطن ده، اقوم جايه حاطه الاستراس بتاعنا اللي دايما بنستخدمه ده. ممكن اخد الاستراس ده اعمل ركبه حزام هنا، وهيبقى شكله برضو جميل. بصوا شايفين اهو كده. فين المقص؟ اقوم جايه اقصها بقى، قصه مثلا الجزء اللي انا عايزاه اهو كده مثلا اهوت. ماشي. دي حاجه. وممكن بقى ابدا ايه، ابدا اجمل بقى. يعني مثلا عايزه اعمل هنا فيونكه كده، اجيب مثلا فك بقى اهو كده، فكت اخيرا مثلا، واعمل ايه، هعمل فيونكه احطها مثلا على الجيوب من هنا. دي بقى ايه يعني دي بقى ترجع لي. يعني شايفين دي ترجع لي، بس اقصر صغيره شويه، ترجع لي في يعني ان انا ازوقها بقى. دي ترجع لي في ليا انا وذوقي بقى، زي ما انا عايزه باللون والشكل اللي انا عايزاه ابدا انفذها. كده مثلا، وابدا اقص دي كده. هنا احط هنا فيونكه، شايفين مثلا هنا، وهنا كمان فيونكه كمان. زي ما قلت لكم يا جماعه، الحاجات دي انا بديك الفكره مش اكتر، وتبداي تحطي الفكره يعني الذوق بتاعك اكيد هينطبع عليها. يعني هو مش شرط ان انا عملت كده يبقى تبداي تستخدميها، لا، زي ما انت عايزه بقى تستخدمي الذوق بتاعك واللون اللي انت عايزاه واللون اللي محتاجاه. وممكن تكون قماشه عندك برضو، يعني مش شرط، ممكن تبقى قماشه عندك انت مش محتاجاها، تبداي تستغليها برضو اهي كده. شايفين؟ ودي برضو اهي. دي بقى انا مش هعملها فيونكة بقى، انا هعملها كده رباط عادي كده اهو من هنا كده،
وهبدأ ألزق بقى الفيونكات دي او اخيطها زي ما انا عايزة. زي ما انتوا شايفين كده انا لزقتها طبعا. ماشي. طبعا هعمل ايه تاني، انا قصدت من الجزء ده بتاع الاستراس، هقوم جايه احطها هنا بس تدي، لان انا ما عنديش للاسف ما عنديش دلوقتي اسمها ايه لولي، اقوم جايه احطها يعني بحيث ايه تدي بس منظر هنا، تدي ضي هنا على الفيونكة كده. ادخلها جوه كده اهوت. ماشي. هنا كمان برضو احطها هنا الجهه دي. خلي بالكم يا جماعه احترسوا من المسدس الشمعي، دايما اقولها، لانه هو مؤذي شويه، لان انا المسدس ده انا شبعت منه مش عايزه اقول لكم. عايزه اقول لكم منظرها شيك جدا وحلو قوي. عجباني قوي بصراحه. شايفين؟ ونفس القصه دي انا ممكن استغلها، مش شرط جنس يعني، ممكن اعملها حاجه تانية غير الجنس. شايفين؟ جميله وشيك وحلوه ومختلفه وهتبقي انت عاملاها بايديكي وهتبقى حاجه جميله ان شاء الله. طبعا اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اتمنى الناس الجديده تعمل اشتراك في القناه او سبسكرايب، وطبعا ما تنسوش ان انتوا تعملوا اعجاب للفيديو وتعملوا لي تعليق عجبكم الشنطه ولا ما عجبتكوش. وطبعا ما تنسوش ان انتوا تعملوا شير للفيديو، وشكرا ليكم.